ناقش نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي اليوم الاثنين مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بنيامين النهدي أوضاع الكهرباء وخطط الوزارة لتطوير الخدمة، مشيدا في السياق بالدعم الإماراتي لمشاريع الطاقة المتجددة. اطلع علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال لقائه اليوم الاثنين هيثم جابر محسن مدير مطار عدن الدولي على أوضاع المطار ومشاريعه التطويرية. عقد محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم الاثنين اجتماعا مشتركا مع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي كرس لبحث سبل معالجة مشكلة الوادي الكبير ومخاطر الانهيارات الصخرية في مرتفعات عدن. قام محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية عوض محمد بن الوزير اليوم بزيارة تفقدية إلى مقر لجنة استقبال المجندين الجدد المنضمين إلى صفوف قوات دفاع شبوة.